سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أخت وأخ مسيحي كل سنة وهو طيب. عيد ميلاد مجيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة أنا كنت صورت قبل كده الزبدة دي بس اتمسحت مني. تسيحها طبعا كلنا بنعرف نسيح الزبدة، هي مش مشكلة ولا حاجة ولا فيها افتكاسات ولا أي حاجة. بس أنا توصلت لمعلومة كانت أختي قالت لي عليها، يعني ربنا يديها الصحة. قالت لي لما تيجي تسيحي الزبدة بدل ما تاخد وقت كبير على النار، اعملي الطريقة دي الأول. الطريقة دي ايه؟ الزبدة هي بدنا عرضها، واللي عايز يقول لي سعرها في متناول الجميع وطعمها حلو وأرخص بكتير من اللي بيبيعوا لنا بميتينات وتلتميات يعني. وناس جربوها مني وعجبتهم، حلوة جدا، سعرها يعني في متناول الجميع اللي عايز يقول. فانا جبتها وفكيتها طبعا وحطيتها في الحله وسيحتها بس على النار. ساحت رحت طافيه عليها وسبتها تبرد لغايه ما ختمت كده. احنا في الحر طبعا، مش هتختم كده الا لما تحط في التلاجة. فحطيتها في التلاجة من بالليل لغايه النهارده تاني يوم. فطبعا ايه، هي ختمت كده، وهو هتقولي ايه ده ختمت وخلاص وكده مش نافع، يعني مش عارفه هيبقى فيها ايه. فبقوم فاتحاها كده فتحه اهي. بصوا شوفوا الميه اللي فيها دي. الميه دي بقى اللي هي بتفضل فتره كبيره على النار على ما تتبخر، مش عارفه ايه، وتاخد وقت معاكم. الحركه دي بقى والطريقه دي خليها ما تاخدش 10 دقايق على النار. بنفتح فتحه فيها كده، ببقى حاطه المعلقه كده، اقوم عاملاها كده اهوت وافتحها، واقوم ايه مصفيه الميه اللي هي نزلتها ديت واحطها على النار تستوي بقى ونسيحها. مش هتاخد 10 دقايق معاكي ولا تقعد تتبخر كتير وما بتطلعش بقى كتير، ما بتبقى السمنه محافظه نفسها وما بتقصرش منك كتير. دلوقتي انا هوريك الميه اللي هننزلها اهيت، وتعملوا الطريقه دي احسن ما تقعدوا بالساعات على البوتاجاز. انت لو عايزاها اعمليها من بالليل وحطها في التلاجة، بعد ما تبرد خالص حطها في التلاجة، والصبح قومي اعمليها مسيحاها. مش هتاخد حاجه معاكي، بدل ما تقعدي وتبقي وراكي حاجه وتبقي مشغوله بيها وقاعده لحسن تتحرق ولا لحسن وتاخد وقت على النار وتبقي واقفه متضايقه. لا، هي كده 10 دقايق وتفضلي وانت مع التقليب على نار هاديه. طبعا هتسيح، بعد ما تسيح على النار هتقومي موطيه النار ومع التقليب وشويه ملح صغيرين كده، وتقلبي 10 دقايق بالظبط. مش هتاخد اكتر من كده وممكن اقل من كده. هوريكم بقى الميه اللي هتنزل منها. بصوا الميه هي الميه دي بقى بتقعدها معاكم ساعات. طبعا هناخد من الميه دي السمنه اللي هنشيلها منها، قطع السمنه الصغيره دي. والميه دي بقى ممكن تغليها كويس قوي، وتقومي حطها لو عندك مرطه، تقلبي المرطه عليها وتحطها في المش، تبقى انت عملتي مش كمان. تحط عليهم شويه شطه كده. بس ما شاء الله اهي. افضل اعمل فيها كده لما اصفي الميه كلها. طبعا انا مشيتها، بص بتجيب ميه ازاي. صفيت انا الميه بقى فيها اهو، فيها لسه شويه. ممكن افتحها كده وفتحه كمان من هنا كده عشان تديني كده. انا صفيتها حطها على النار، واقول لكم خدت قد ايه بالظبط مني وهي بتسيح. افضل طريقه لها هي دي. شوف ميه قد ايه، شوف نزلت ميه قد ايه، كتير طبعا. يجي نص كيلو ميه بالظبط كده، يجي نص كيلو الشرش اللي نازل منها. ده بيقعدنا ساعات على البوتاجاز وتقعد معانا فتره كبيره ونزهق ونتضايق، لكن كده هتتعمل على طول. خليكم معايا بقى، هحطها على النار واوريها لكم. بصوا يا حبايبي، هنا اهي بعد ما ساحت. اول ما ساحت كده رحت موطيه عليها النار، ولما ساحت كده حطيت على النار 5 دقايق كده، وقمت حاطه نص معلقه ملح من الخشن ده الوزن دوت، هنلاقيه في الاسواق عند العطارين كلهم. اذا حطيت نص معلقه على 3 كيلو. يعني الملح الخشن ده مادة حافظة وما بيحدقش الحاجة، وبيبقى بيخلي الحاجة كأنها مش عليها ملح خالص. اما الملح الناعم ده بيحدق، لو اقل حاجة بيحدق، ومش مادة حافظة ولا اي حاجة. انا خدت بالظبط من ساعة ما حطيتها على النار، بعد ما ساحت وغليت ووطيت عليها نص ساعة بالظبط.
يعني لو احنا ما شلناش منها الميه دي هتقعد ساعتين بالظبط متواصل واكتر، يبقى احنا وفرنا جهد ساعة ونص ووفرنا وقت ساعة ونص، ونعمل حاجة ايه تانية بدل ما نقف جنبها 3 ساعات وساعتين. اهيت ما خدتش حاجة مننا خالص. وبقيت اعمل حاجة في المطبخ ورايا واقوم جاية مقلباها وموطية عليها طبعا. وقبل ما تدخل في السوا كده حطيت عشان طبعا الدسم بتاعها خفيف ديت، حطيت كوبايه قشطه من اللي بنشيلها من اللبن، ما فيش مش مشكله. انا حطيتها عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعتها وازود الدسم بتاعها شويه. على الاقل دي افضل واحسن 100 مره من السمنات المهدرجه اللي بره اللي بتجيب الامراض والسرطانات والكلام دوت. السمنه الهولندي يا جماعه محدش يجيبها، كلها مسرطنه ووحشه. لو جبنا ديت بنفس السعر نفس التمن، الكيلو في التانية ب100 ودي برضو مقربة ليها مش كتير قوي، واسمها حاجة نضيفة وانت بتعمليها على ايديكي وبتسيحيها قدامك وصحية مهما كان خفة الدسم بتاعتها، بس صحية عن اي سمنة من بره بتجيبيها. هاتيها ديت احسن لك واعمليها. و3 كيلو مع 3 كيلو اكنك بتجيبي السمنه التانية نفس النظام. ما انت بتجيبي العلبه فيها 2 كيلو ما تبقاش 2 كيلو بتمن 3 كيلو من دي. فانت جربي ديت وسعرها في متناول الجميع، وناس جربوها مني جدا وعجبتهم، واللي عايز يقول لي على القناه بتاعتي يطلب مني لو حد عايز منها يعني في متناول الجميع يعني. هنا هطفي عليها النار اهي خلاص كده هي ساحت الحمد لله اهي. ودلوقتي احنا هنعبيها في البرطمانات واقول لكم ال3 كيلو ادوني قد ايه سمنه سايحه. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي اهوت بعد ما سبتها تهدى شويه. وطبعا البرطمانات كم مره بنقول بنغسلها حلو بميه سخنه وبنصفيها، وبعدين نعقمها بنسخن الفرن ونطفيه ونقوم حاطينها تتعقم. بعد كده بنصب فيها عشان ما يحصلش فيها اي عفونه ولا اي حاجه. وهي هديت ورحت صباهم اهم ما شاء الله. طلع بص 3 برطمانات ونص البرطمان دوت. يعني الاجمالي يعني البرطمان دوت كيلو الا ربع، يعني اجمالي 3 الا ربع، يعني الاتنين كيلو ونص، وواحد كيلو الا ربع يبقى 2 كيلو وربع، ودوت يجي ربع او اكتر من الربع كمان. هنقول كيلو 2 كيلو ونص اكتر، يجي 3 الا ربع ما شاء الله. اهوت جربوها واعملوا بالطريقه اللي بقول لكم دي، وما بتطلعش مرته كتير اهيت. بصوا مش مطلعه حاجه، مفيش الا معلقتين مرته. هما دول اللي في الحل، معلقتين مرته هما اللي طالعين. هحط عليهم بقى الشرش اللي طالع. بصوا يا جماعه اللي طلع منها اهوت مش كتير، يجي معلقتين اهوت. هحط عليها الشرش اللي طالع وهغليه، ولو عندي شرش تاني هحطه، ولو عندي مرتة تانية انا محوشة برطمان مرتة احطه عليها واسيحهم مع بعض يغلوا حلو قوي، يجي 10 دقايق كده على النار. وهقوم بقى سايباهم يبردوا واحطهم على المش، يبقى مش عندي. لو ما عندكيش مش اعمليه مش، حط عليه شطة وحط عليه شطة ناشفة وحط عليه قرون شطة حمرا. وهاتي شرش بتاع جبنة من اي سوبر ماركت هيديلك، وتغليه وتحطيه عليه ويغلوا مع بعض. هيبقى كده مش عندك المرتة هتعمله مش. لو عندك شوية مش خميرة هتحطيها عليه، او تشتري شوية مش خمير من اي حد في السوق يكون بيبيع فلاح، هيبقى عندك مش. جربوا بقى الطريقة ديت. والزبدة هيت وريحتها تحفة، وقلنا صحية عن اي زبدة تانية عن اي سمنة تانية. بحبكم في الله وجزاكم الله كل خير. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلوه كل جديد، وصلوا لي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نكسب اجر انا وانتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.